باش كيقولوا الرباطي كيوضرك، الرباطي وضرني دابا. لكن عاوتاني ملي كنجي نفكر كنلقى هو اصلا موضر. كيفاش موضر؟ غنسمعوا هذا الفيديو وعندنا معكم كلام. جيفار هذا اكبر خدعه صنعها الاعلام الشيوعي. اعتقد ذهب الى الكونغو فشلت الثوره الخاصه به، لم يقدم اي شيء للثوره. لماذا استغلوا اسم جيفار؟ انه كان متعلم، كان طبيب، وكان وسيم، فوضعوه كرمز للثوره بسبب الوسامه الخاصه به، وكان من عائله ارستقراطيه في الارجنتين. فجيفارا كان يمثل قصه للثوره، قصه للشيوعيه لكي يستغلوها. وسيم من عائله غنيه ترك الغنى والعز وغيرها وذهب للثوره لينضم لاخوانه الشيوعيين. ما هو لم يكن قائد، لم يكن رمز، لم يكن نوع من البروباغندا الشيوعيه. فلا تنخدعوا بتشي جيفارا وتعتقدوه احد هذه الشخصيات العظيمه. او اذا قرات عن حياته بالضبط، حتى عندما عمل كوزير لكوبا، لانه كان وزير للصناعه، حتى عندما عمل كوزير للصناعه في كوبا كان وزير فاشل، لم يكن يصلح للسلطه. قال لهم انا اصلح للثوره، ساذهب للكونغو. فشل في الكونغو، فشل في معظم الثورات التي كان بها. الغريب في الامر ان هذا البيبليك اللي واخد تشي جيفارا كسامبول ديالو هو كيسيبوطي فرقه مخزنيه، فرقه كتمثل القوات المسلحه الملكيه فاش في بلاد راسماليه. هذه البلاد التوجه ديالها رمزيا اسلامي يميني في بلاد امير المؤمنين. ونسى عليا البيبليك ارى لي الجروبات اللي مسمين راسهم على شخصيه ملحده يساريه شيوعيه، والطامه الكبرى هي انها مناهضه للانظمه الملكيه في بلاد ملكيه. وحتى انا صافي الفيزيرات ديالي صافي بقيت فاهم والو. بغيت الطامه الكبرى. هاد الشخصيه هذه كانت كدعم البوليزاري. لقينا حل هاد المعضله هذه يتواصل معنا في الخاص.